طبعا الزمالك بيمر بواحد من أسوأ المواسم اللي مرت على الزمالك في الفترة الأخيرة، بس يا جماعة عايز أقول لكم إن في الكورة ده عادي. بصوا ليفربول السنة دي ترتيبه كام ليفربول دلوقتي؟ شوفوا كمية الماتشات اللي اتغلبها السنة دي، شوفوا الأداء بتاع ليفربول. الدنيا متغيرة خالص السنة دي. يعني ده مش مبرر، بس عايز أقول لحضراتكم إن ممكن أي فريق يمر بكبوة. يعني هو الأهلي ما اتغلب 5 من ماتشين بالظبط، فده طبيعي وعادي وبيحصل في اكبر الفرق. لكن اللي بيحصل حاليا في الزمالك احنا مش موافقين بيه، هيتغير حاليا. امير مرتضى منصور بيجري على اخره وبيتصل بكميه مديرين فنيين كتير جدا، مع ان في مدير فني اللي هو غالبا جروس في محاولات للرجوع تاني للزمالك، وفي مديرين فنيين تانيين بيتعرضوا على نادي الزمالك. في مدير فني ايطالي وفي مدير فني برتغالي معروضين على الزمالك ويتمنوا تدريب نادي الزمالك. ان شاء الله الخير جاي، بس احنا محتاجين، مش عايزين استعجال عشان نختاروا مدير فني صح يقدر يقود الزمالك في الفتره الصعبه اللي هو بيمر بيها. مدير فني صح، هيتم اختيار ان شاء الله مدير فني عالمي. اعتقد ان جروس هو الاقرب، ولكن انا عندي امل ان يتم اختيار مدير فني عالمي. ننتظر ايام بسيطه وهيتم تحديد اسم المدير الفني الجديد الاجنبي لنادي الزمالك. هيبقى مدير فني يليق بنادي الزمالك، مدير فني يقدر ينتشل نادي الزمالك من اللي هو فيه حاليا. فان شاء الله الخير جاي. برضو عايز اتكلم على في مرحله حاليا غربله للاعبين الزمالك. طبعا في لعيبه كتيره مستهتره وفي لعيبه كتيره يعني ما بتلعبش بروح ولا باصرار ولا بضمير، ومش فارق معاها. في غربله الفتره الجايه، وهتشوفوا اسماء لعيبه وهتشوفوا لعيبه بيتم استبعادها، وفي لعيبه هيتخصم منها، واسماء كبيره. هتشوفوا الفتره الجايه زمالك غير زمالك يتم ضبطه بحيث ان هو يرجع للزمالك بتاع المواسم اللي فاتت، الزمالك القوي. وده مش هيتم غير بغربلة الفريق حاليا. في مش اقل من 10 لعيبة هيتم استبعادهم وبيعهم على اخر الموسم، زي ما في لعيبة هيتم استبعادها وهتمشي من نادي الزمالك اخر الموسم. مش اقل من 10 لعيبة حاليا بيتم تجهيز مجموعة من اللعيبة على اعلى مستوى، يتم التعاقد معاها الصيف اللي جاي ان شاء الله. اللعيبة ديت في نص الملعب وفي الهجوم وفي الدفاع، مش هيبقى في حاجة ناقصة للزمالك. ان شاء الله الفترة الجاية هتشوفوا زمالك غير. واصبروا واتفرجوا على الزمالك هيبقى عامل ازاي. بالنسبة لسيف جعفر، فاروق جعفر طلع قال ان سيف مش هيسيب نادي الزمالك ونادي الزمالك خيره على سيف وعلى ابو سيف. انا شايف ان سيف هيستمر في نادي الزمالك. يوسف اسامه نبيه اتمنى انه ما يمشيش وما يتاثرش بوالده. طبيعي ان الاداره الفنيه بتتغير وبيروح ويجي، فما تتاثرش بوالدك. سيف ويوسف ليه جاي لهم عقود محترمه من نادي فيوتشر وبيراميدز وانديه اخرى، مش الاهلي خالص. الاهلي مش محتاجهم، وبالتالي ما تستعجلوش وتسيبوا نادي الزمالك. انتوا اللي هتخسروا، الزمالك مش هيخسر. انتوا اللي هتخسروا. خليكم في الزمالك هتبقوا حاجه جامده. خليكم في الزمالك، انتوا المستفيدين. الزمالك هيفرق كتير جدا معاكم في حياتكم الكرويه. ما تستعجلوش وتسيبوا نادي الزمالك، هتدفعوا الثمن وهتخسروا. اخر حاجه اتكلم عليها بالنسبه لنادي الزمالك، بالنسبه للفلوس الجزيري اللي هي بتاعت الافريقي التونسي. الفلوس ديت تم تدبيرها ودفعها، والمشكله بتاعت القيد انتهت الحمد لله. ان شاء الله هتتفرجوا على زمالك غير، وعلى مدير فني مختلف تماما بمواصفات عالمية بقيادة أجنبية محترمة تقود الزمالك وتغير شكل وأداء الزمالك الفترة الجاية إن شاء الله. انتظروا الخير القادم للزمالك إن شاء الله.